السلام عليكم. فيديو النهاردة هحضر فيه وجبة سريعة وحلوة تنفع في الصيف عشان ما نقفش كتير كده في المطبخ. هعمل رز بالفراخ او كبسة فراخ ومعاها كمان سلطة كول سلو. يلا مع بعض نسمي الله ونشوف طريقتنا ايه. جبت حلة وحطيت لها زبدة، ودلوقتي بحط لها قطع الفراخ. انا معايا هنا كانوا صدرين فرخة قطعتهم مكعبات صغيرة. بحمر الفراخ كده في الزبدة، او ممكن كمان نستخدم سمنة، مفيش مشكلة. بالنسبة للبهارات اللي هستخدمها، معايا معلقة كبيرة من الملح والفلفل والكزبرة. الخليط ده كمان انا خلطة فيه حبهان. لو هنستخدم البهارات دي منفصلة، هنستخدم نص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل وربع معلقة من الكزبرة، وكمان هنحط كده ذرة من الحبهان المطحون، وكمان معايا معلقة من الكاري ونص معلقة من بهارات الفراخ. هقلب كل الخليط ده كده مع بعض مع الفراخ. بالنسبة للنار انا سايباها عالية، مش عايزة الفراخ تنزل مية، عايزة احمرها كده كويس مع الزبدة. الكبسة دي ممكن نعملها كده فراخ ورز بس، وممكن كمان نعملها بالخضار. انا هنا هعملها بالخضار. ودلوقتي هحط البصل وهحمره مع الفراخ. بالنسبة للخضار اللي انا هحطه كمان، معايا هنا جزر وبسلة وفلفل. ودلوقتي بحط الجزر المبشور والبسلة، هقلب كل الخليط كده مع بعض، وبعدين بحط الفلفل. تقدروا كمان تستخدموا فلفل الوان. هقلب كل الخليط كده مع بعض، وبعدين بفتح فتحة كده صغيرة في الحلة عشان هنزل معلقة توم واحمرها في الزبدة قبل ما انزل الطماطم. بقلب الخضار كله في الحلة، ودلوقتي بحط الطماطم، برضو الطماطم مقطعاها. ودلوقتي انا عايزة الخضار يتسبك معايا كده مع الطماطم. مش هضيف ولا اي حاجة، مش هضيف مية ولا شوربة. هوطي النار على الاخر، وبعدين بغطي الحلة. مش هتاخد وقت كتير، هي ممكن 3 دقايق او 5 دقايق بالكتير. الأكلة دي كمان ممكن نعملها بأي نوع خضار تاني. ممكن نحط كوسة، بطاطس، فاصوليا، أي نوع خضار. أو ممكن كمان من غير خضار خالص، يعني ممكن نعملها بالفراخ والرز بس. ودلوقتي بغطي الحلة، وده شكلها بعد ما اتسبكت. هضيف ليها الرز. أنا ضايفة هنا نص كيلو رز على صدرين فرخة. والخضار زي ما انتوا شايفين، يعني تقريبا كان زي نص كوباية من البسلة ونص كوباية من الجزر المبشور وبصلاية ومعلقة توم. والطماطم كان 3 طماطمات، كان وسط. بقلب الرز مع الخضار، وبعدين بحط له المية. يفضل المية تكون سخنة، او ممكن كمان شوربة، يعني مية او شوربة مفيش مشكلة، بس طبعا لو شوربة بيكون افضل. انا عملتها دلوقتي بمية، والمية كمان يفضل تكون سخنة عشان الرز معاكم يكون مفلفل كده ويستوي بسرعة. هقلب كله كده مع بعضه. في المرحلة دي ندوق المية او الشوربة، نشوفها محتاجة ملح تاني او لا. بقلبه كله مع بعض، وطبعا النار هادية معايا. لو المية سخنة، لو المية هنا مش سخنة، بنسيبها تغلي شوية وبعدين بنهدي النار. وده شكل الرز بعد ما استوى. ودلوقتي بحضر لسلطة الكولسلو. معايا هنا جزر مبشور وعلبة زبادي ومايونيز وسكر، معلقة صغيرة سكر، وزي نص معلقة كده من الكمون والكزبرة والملح. ومعايا كمان معلقة من الخل وعصرة ليمونة. دلوقتي بحط علبة الزبادي، وبحط المايونيز. انا معايا هنا حوالي زي 4 معالق كبار مايونيز.
وهنا بحط الخل والليمون، انا معلقة خل وعصرة كمان معاها ليمونة، ودي معلقة سكر صغيرة، ودي هنا بحط الكمون والكزبرة والملح. بقلب كل الخليط مع بعض الاول، وبعدين بحط الجزر، وطبعا لو في خس بيبقى طعمه حلو خالص مع الجزر، بس ما كانش عندي، كان عندي الجزر بس، فعملتها وطلعت برضو طعمها حلو. وده شكلها النهائي. الأكلة دي حلوة جدا للأطفال، وحلوة كمان في الصيف، كله كده في حلة واحدة، ما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة. وهختم الفيديو بدعاء: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.